الام دي هي وبنتها خرابين بيوت. بعد ما خربت بيت ابنها قاعده هي وبنتها فيه واخدين راحتهم. بنتها شافت مرات اخوها جايه من بعيد، فقامت وقالت لمرات اخوها: انت ايه اللي رجعك؟ مش اخويا طلقك؟ قالت لها: انا لسه ما اتطلقتش رسمي، ولسه البيت ده بيتي، وانت ايه اللي جايبك هنا؟ فهنا العقربه الكبيره ردت عليها وقالت لها: بيت اخوها وبيتي، وتيجي تقعد فيه وقت ما هي عاوزه، وانا قاعده في البيت ولسه ما مشيتش وسبته. فمرات ابنها قالت لها: وهتمشي امتى؟ قالت لها: انت مالك؟ انت هتطرديني من بيت ابني؟ يلا امشي من هنا، ولا انت جايه تعملي مشاكل؟ فقالت لهم: انا لا جايه اعمل مشاكل ولا جايه اعمل اي حاجه، البيت لسه بيتي وانا لسه ما اتطلقتش، انا جايه اخد حاجتي وماشيه. ودخلت. هنا العقربه الكبيره قالت للعقربه الصغيره: روحي وراها شوفيها هتاخد ايه. فطبعا العقربه الصغيره مشيت بالراحه وفضلت تتجسس عليها. مرات الابن كانت بتطلع كيس، والكيس فيه سلسله. مجرد ما بتشوف السلسله جت العقربه الصغيره خطفتها منها وجريت على والدتها، فجريت وراها. قالت لها: يا حراميه، انت جايه تاخدي الذهب بتاع اخويا؟ السلسله دي بتاعتي. قالت لها: سلسله مين اللي بتاعتك؟ ولا ده دهب اخوكي ولا اخوكي اشتريهولي اساسا، دي سلسله امي كانت شاريها لي قبل ما اتجوز وكنت جايه اخدها. قالت لها: لا، اي حاجه في بيت اخويا تبقى بتاعتي، والسلسله دي بتاعتي. فالعقربه الكبيره قالت: ايوه السلسله دي بتاعتنا، وانت مالكيش حاجه هنا. العقربه الصغيره قالت لها: مهما عملت مش هسيبها لك حتى لو هتضربيني. فمرات اخوها اتضايقت جدا مستفزه، قامت ضربها بالقلم فوقعت في الارض. هنا العقربه الكبيره قالت لها: انت بتمدي ايدك على بنتي؟ انا هعرف اعلمك الادب. ولسه هتمد ايديها فجاه ابنها جه مسك ايديها وقال لها: ماما، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فامه قالت له: ضربت اختك، مش شايف اختك مرميه في الارض؟ فاخته قالت له: يعني انت ما شفتهاش وهي بتضربني؟ قال لها: حقها تضربها، هاتي السلسله دي. فادته السلسله. قال لها: السلسله دي والدتها جايبها لها، واحنا ما بناخدش حاجه حد. على العموم انا عرفت مين سبب كل المشاكل دي، وقوم اخته وقال لها: اخرجي من بيتي وامشي من هنا، والبيت ده ما تدخلوهوش تاني. فامه قالت له: انت بتطرد اختك من البيت علشان واحده غريبه؟ قال لها: دي مش غريبه، دي بنت محترمه وبنت ناس وبنت اصول، وانتوا كنتوا هتتسببوا في خراب بيتي. قالت له: كله الا بنتي. قال لها: لو زعلانه قوي على بنتك روحي لبنتك، عيشي مع بنتك في بيتها، وكفايه لحد كده. وطرد والدته. فايه رايكم في تصرف الابن؟ وهل اللي عمله مع والدته ده صح ولا غلط؟ ولو انت مكانه كنت هتتصرف ازاي؟ منتظره ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.